إيه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وبسعاده. والعوده يا رجاله للشأن المحلي. عوده امام عاشور من الاصابه رسميا. الراجل النهارده الحمد لله شارك في التدريبات الجماعيه، ومش هو بس، ده هو واشرف داري كمان. النهارده والد اشرف داري طلع بتصريح، يعني هو نوعا ما ممكن يبين لك ايه اللي بيحصل في ورا الكواليس. ان الاداره مش ما فيش قرار رحيل لاشرف داري، يعني اشرف داري بنسبه كبيره جدا شكله مكمل معاك، لان تصريح والد اشرف داري قال لك في اشاعات كتيره بتتكلم على انا اسف، في اشاعات كتيره بتتكلم ان اشرف داري ماشي، هيمشي في يناير، هيمشي في الصيف، هيمشي في يناير او هيمشي في الصيف. قال لك اشرف داري عنده نيه الرحيل، ولا الاداره كلمت اشرف داري ولا لمحت لاشرف داري، لا من بعيد ولا من قريب. شئت ام ابيت شكل اشرف داري مكمل معاه. بس يعني دلوقتي هنا في سؤال بسيط للاداره او للجهاز الطبي اللي موجود في النادي الاهلي. ليه ما تطلعش بكل شفافيه وبكل ادب وبكل احترام تفهم الجمهور ايه الدنيا او ايه اللي بيحصل مع اشرف داري؟ اشرف داري بيتصاب اثنين وخميس، يعني ايه؟ يعني مثلا انت ممكن تشوف اشرف داري النهارده بيلعب في الدقيقه الاولى، في الدقيقه الثالثه هتلاقي اشرف داري متصاب ومحدش جه جنبه، يعني هو واقف مره واحده هتلاقيه مسك ركبته او مسك وراكه من فوق وقال لك شكرا اصابه. اصابه قد ايه يا عم؟ 3 اشهر. اطلع فهم الجمهور، اطلع فهم الناس اللي بتشجع النادي، اللي مهتمه باخبار النادي، اللي بتشجع النادي بجد، الجمهور اللي بيجي لك من كل فج عميق زي ما بيقولوا، فهمهم الدنيا فيها ايه. بس العوده الابرز لامام عاشور. انت عارف يعني انا وانت بكلمك ان الاهلي كده خط نص بقى امام عاشور، محمد علي بن رمضان، اليو ديانج، ومروان عطيه. هما الاربعه مش هيلعبوا في نفس الوقت ده اكيد يعني، بس هو ده خط النص عندك. انت مستوعب الاسامي اللي انا قلت لك؟ مش الاسامي يا عم، مستوعب الكواليتي اللي هيبقى موجود في النادي الاهلي مع مدرب بالنسبه لي من افضل بدايات المدربين اللي موجود. اي نعم اتعادلنا ماتش ولا ماتشين، الدنيا معانا كانت في الاول معاه خالص مش احسن حاجه، بس انت متخيل كم الضغط اللي المدرب دوت او خطته، اللي الطريقه اللي بيلعب بيها. انت بقالك كتير قوي ما شفتش الضغط ده، ما شفتش التنظيم في نص الملعب ده، ما شفتش عمليه الربط اللي ما بين نص الملعب والدفاع، والدفاع ونص الملعب، ونص الملعب والهجوم. تحس ان الفرقه كلها بقت بلوك واحد، بقت حته واحده. وبقالنا كتير قوي ما شفناش الاهلي بالاستقرار ده نفسيا ومعنويا وفنيا. بقالنا كتير قوي ما شفناش المنظر ده. بقالنا يمكن ازيد من سنه ونص من اخر ما مارسيل كولر، اخر ايام كولر بدا كان يعبط عبط بطريقه مبالغ فيها قوي بصراحه يعني. قعدنا فتره طويله فعلا. بس يا رجاله، ولو وصلت معايا قلب اخوك المرحله دي ما تنساش الفولو. بس كده وروقوا عليا.